السلام عليكم ورحمة الله. من المواضيع اللي هي بقت منتشرة في الشارع المصري وبقت الناس بتعاني منها وبقت يعني ضايقة منهم الأمرين زي ما بنقول كده في الشارع المصري، اللي هو مواضيع معاكسة البنات من الشباب أو الكبار أو الصغيرين أو الكلام ده كله. فده المواضيع دي أو الموضوع ده ما حصلش كده وخلاص. الموضوع ده عايز يتفصص حتة حتة علشان نعرف الأسباب اللي أدت للمشهد ده إن هو يتكرر كل يوم. فعايزين نعرف كده ليه بيحصل المعاكسة دي من الآخر بقى. لأن المعاكسة دي مش مجرد غلاسة أو تضييع للوقت أو الكلام ده كله. دي ظاهرة ليها جذور عميقة في التربية والثقافة وليها أسبابها. أول سبب منهم اللي هو فكرة التملك وسيطرة الذكور، العقلية القديمة اللي إحنا عارفينها. بيشوف إن البنت دي لقمة سهلة، في عقلية ذكورية كده يعني لسه متفشية لحد دلوقتي. بتشوف إن البنت اللي هي ماشية في الشارع أو صوتها على التليفون أو الكلام ده كله ملكية عامة، أو صيدة سهلة مش إنسانة يعني ليها احترامها وخصوصياتها. وانا راجل واي راجل عارف ان الولد بيحس ان المعاكسه بتثبت رجولته، وده طبعا مفهوم غلط تماما يعني للرجوله، وان من حقه يتدخل في حياه اي حد. ده اول سبب. تاني سبب بقى غياب الوازع والرادع، اللي هو ايه بقى؟ الخوف مش موجود، ما بقاش فيه خوف بقى عادي يعني الشارع ملك لاي حد. للاسف اغلب اللي بيعكسوا عارفين ان مفيش عقاب سريع ورادع، فالبنت بتخاف تتكلم علشان الموضوع ما يكبرش، والناس بتخاف تتدخل عشان تجنبا للايه؟ للمشاكل. اللي يقول لك احنا مالناش دعوه، واللي يقول لك يا عم ما هو كل يوم احنا اللي شايفينه عادي يعني. فاصبح في نوع من التطبيع اللي هو ايه يعني، عادي، وده لازم يتغير، لازم يتغير تغيير جذري. تالت حاجه بقى الاحباط والفراغ اللي هو بتاع طاقه الشباب الضايعه دي، زي اللي هو طاقه زياده، يعني اللي هو للاسف في شباب كتير جدا جدا ما عندوش مخارج صحيحه للطاقه دي. فبينزل بقى الشارع بيطلع الطاقه دي في صوره ازعاج ومحاوله تجنب، يعني محاوله جذب انتباه باي شكل من الاشكال حتى لو كان سلبي. فاثبات الذات الرخيصه بتاعته دي بيحس ان هو لما يجبر البنت بقى تبص له بقى والكلام ده كله حتى لو للحظه. وده احساس كاذب وفارغ جدا جدا عشان تبقوا فاهمين بس. ده تالت حاجه. رابع حاجه بقى المشكله بقى في التربيه. ايه هو بقى؟ ان الولد ما بيعجوش حاجه، ودي جمله من اخطر الجمل. بيتعلم من الولد فوق المحاسبه، لو عمل اي حاجه بيتقال ده ولد، وبيتعلم من الغلط عادي. فثقافه بقى، ففي ثقافه هنا بتقول لك ان لبس البنت هو السبب. للاسف لسه في ناس بتبرر المعاكسه بلبس البنت او خروجه متاخر او الكلام ده كله، ودي طبعا اكبر حاجات غلط الناس بتعملها، لان التحرش والمعاكسه ما لهمش اي علاقه باللبس، وهم في الاساس جريمه اعتداء على الخصوصيه والحريه. مالناش دعوه البنت تلبس ما تلبس، انت اخلاقك ايه؟ انت يا صديقي مالكش دعوه باللي بيحصل. فالمعاكسه دي عيب في حق اللي بيعملها، مش عيب في حق اللي بتتعمل له. فهي ببساطه من نقص احترام الذات واحترام الآخر اللي هو الراجل اللي بيعاكس. هو للأسف مش بيقدر قيمة نفسه ولا قيمة البنت اللي هي قدامه. فالشارع ده حق للكل، الراجل والست والكبير والصغير والكلام ده كله، مفيش ليه حق، ليه الحق ان هو يضايق اي حد تاني او يخليه ماشي قلقان على نفسه في الشارع. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كان صلى الله عليه وسلم صادقا في كلامه.